بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا أرانب بلاط في كل حتة في الدنيا. شكرا جزيلا لكل متابعينا بره مصر وجوه مصر لوصول قناتكم 10,000 مشترك. شكرا جزيلا، ويا رب تكونوا بتستفادوا معانا من مزرعة بلاط للأرانب. طبعا يا جماعة أنا صورت لكم النهاردة عملي الإسهال الأسود عملي، الإسهال الأسود عملي أهوت يا جماعة. اهوت الأرنبة أهي، كلام سليم. اهوت يا جماعة هنعالج الإسهال الأسود ده يا جماعة، كلام سليم. هنعالجه ازاي؟ طرق العلاج بتاعته ماشي بكل سهوله ان شاء الله، ما تقلقش. هو شكله يخض، والارنبه بتبقى شكل ما انتم شايفين كده. بصوا عامله ازاي، خلاص تعبانه جدا. ماشي على فكره دي، بس اللسان الاسود فيه مشكله يا جماعه، شايف اهو. ماشي يا جماعه، هنعالجه وهنوريكم الارنب ممكن يقضي على الارنبه من يوم ل3 ايام. في خلال 3 ايام تكون الارنبه ماتت تماما، كلام سليم. الاسهال الاسود بيجي من البرد، بيجي من سموم، بيجي من سموم في الميه، بيجي من مشاكل ياما جدا، كلام سليم. كلام سليم. طيب هنعالج الارنبه دي ازاي يا جماعه؟ مع بعض. اول حاجه هندي الارنبه دي 3 سنتي انتنال بشري، انتنال. هنديها 3 سم انتنال، 3 سم انتنال بالحجنه، كلام سليم. هنديها دلوقتي احنا الصبح دلوقتي هنديها 3 سم انتنال بشري، كلام سليم، بتاع الاطفال الجزء ب 10 جنيه. وهنديها 2 سم اوكس تتراسيكلين 20% تحت جلد الرجل. يبقى العلاج هنتعامل بكل الحزم وبكل القسوه مع الارنب ده. اول حاجه هنعزلها عن العلف، مش هنأكلها علف. هنشوف هنا عين فاضيه فين، ماشي، وهنحطها هنعزل عنها العلف. يبقى هنسيطر على المعده في اللي فيها مباشره، كلام سليم. يبقى هنعمل ايه يا جماعه؟ اول حاجه هنديها 3 سم تجريح فم الصبح، و3 سم امتنال بالليل، وندي 2 سم اوكسيتراسيكلين 20% مره واحده بس. يبقى هنديها 2 سم اوكس تتراسيكلين 20%، كلام سليم. وهنديه 3 سم ايفوماك تجريع انتنال تجريع، وتاني وبالليل 3 سم انتنال تجريع، وتاني يوم الصبح 3 سم انتنال تجريع. هتكون خف تماما. وكل يوم هصورها لكم من يوم لمده 3 ايام حالات العلاج بالترتيب، اول ما الشخه دي تربط وتبقى 100 كلام سليم يا جماعه. وان شاء الله باذن الله يا رب نكون استفدنا مع بعض، وهنقول لكم احنا عملنا ايه بالظبط. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دي حلقه يا جماعه الاسهال اللي احنا كنا مصورينها، وكنا بنقول في حاله اسهال هنعالجها على 3 ايام، وهنوريكم حاله العلاج. ولسه عندها شويه همت شويه التهاب مخاطي اهوت، حلو، كلام سليم. والخفت تماما اهيت. دي الاسهال، شفتوا الاسهال كان عامل ازاي؟ دي الشخه بتاعتها اهيت، خلاص عملت زبل تاني، كلام سليم يا جماعه. الحاله ديت كانت شديده يا جماعه، اتعاملنا معاها بكل بساطه وبكل سهوله. طيب عشان نفتكر مع بعض بالراحه عملنا ايه؟ ادينا لها 3 سم ايفوماك، 3 ايفوماك، 3 سم انتينال بيتر، انتينال بشري اهو، الانتينال اهو، والارنبه اهي اهي يا جماعه، كلام سليم. عشان نبقى ايه، يبقى العلاج عملي قدامك. الارنبه ديت كان عندها اسهال شديد جدا، ماشي، تحت هناك اهوت، وهناك اهوت شايفين اهو، اهو خلاص الزبده نشف اهوت بعد ما كان اسهال سايب جدا،
طريقة العلاج بأسهل طريقة. خلاص عمل زبلة، طالما الزبلة عمل كده يبقى دليل إن الأرنبة خلاص في مرحلة العلاج النهائية. النهاردة تالت يوم اهيت، الزبل بتاعها بيتحسن كل مدى اهوت، شايفين يا جماعة؟ يعني من سايل خالص، وبعدين وصلنا للمرحلة ديت، وبعدين وصلنا للمرحلة ديت، وبعدين أخيرا المرحلة ديت كده. خلاص المرحلة خلاص، بسم الله ما شاء الله الأرنبة خفت خلاص يا جماعة، خفت بنسبة 100%. ماشي يا جماعة. طريقة العلاج تاني عشان ما لو انت نسيت. طبعا كل اللي عملناه ادينا لها 3 سم انتينال في 3 مرات في اليوم. ماشي، كل مرة 3 سم، وبعد كده ادينا لها 2 سم اوكسي تراسيكلين 20%. تاني يوم مرتين بس انتينال، كلام سليم. تالت يوم ادينا 2 سنتي 2 سنتي اكسيد تراسيكلين في المية، و3 سنتي انتينال. خفت الحالة تماما. وادي الزبل بعد العلاج، ادي نمرة، ادي الزبل خلاص كده يا جماعة خفت اهيت خلاص. هي كده خلاص هتخسر اهيت ارنبة اهيت يا جماعة، هتهبط لها يومين وهتتوك وهتخف خلاص. مكان الانتينال مكان على حنك اهوت يا جماعة. ماشي، يلا شكرا جزيلا والسلام عليكم. بس الحاجات دي يا جماعه عايزه متابعه من اول يوم، ما تستناش اما الاسهالات تزيد جامد وتعمل. هي اول يوم اسهالات بتخف معاك الحاله، لو انت استبرت بتؤدي الى نفوق حاد. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش الصفحه بتاعت الفيسبوك يا جماعه، انت اللي مستفاد بصفحه الفيسبوك هترفع عليه ان شاء الله باذن الله. لو عندك سلاكة عايز تبيعها، عندك أرنب عايز تبيعه، عندك سلالات عايز تبيعها، عندك أي حاجة عايز تبيعها هتبيعها إن شاء الله بإذن الله، إحنا مع الكل. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.